السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، والصلاة والسلام على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. سنة رابعة الحلوين، النهاردة جايب لكم ملخص أهم الجمل الموجودة في الوحدة الخامسة. عايزك تركز جدا جدا معايا وتكتب ورايا كل الجمل اللي هقولك عليها، وده طبعا بجانب حفظك لكلمات الوحدة. يبقى احنا كده قفلنا الوحدة الخامسة على خير. يلا بينا نبدأ. أول درس معانا People who help us. A builder makes the walls strong and safe. يعني عامل البناء يجعل الجدران قوية وآمنة. An electrician connects the electricity. الكهربائي يقوم بتوصيل الكهرباء. A plumber connects the pipes and faucets. السباك يربط المواسير وصنابير المياه. A garbage collector takes away all the garbage. جامع القمامة يأخذ القمامة بعيدا. A mechanic fixes cars and buses. الميكانيكي يصلح السيارات والأتوبيسات. A bus driver takes us to school. سائق الأتوبيس يأخذك إلى المدرسة. وبكده أول درس خلص معانا. ندخل بسرعة جدا على mail carrier. Mail carriers deliver letters and packages. ساعي البريد يسلم الرسائل والطرود البريدية. Mail carriers are outside all day. ساعي البريد يعمل في الخارج طوال اليوم. Mail carriers walk all day and get a lot of exercise. ساعي البريد يمشي طوال اليوم ويمارس التدريبات. They speak to a lot of people. يتحدثون إلى الكثير من الناس. طبعا احنا نقصد ساعات البريد. The mail bag is very heavy. It can give some mail carriers a backache. شنطة ساعي البريد تقيلة جدا وتسبب له آلام في الظهر. They woke up very early. يستيقظوا مبكرا جدا. ندخل على الدرس اللي بعديه. The electricity. Electricity travels very fast. الكهرباء تنتقل بسرعة عالية جدا. Electricity is very dangerous. الكهرباء خطيرة جدا. If we get an electric shock, we can't control our bodies. لو أصابتنا صدمة كهربائية لن نستطيع التحكم في أجسادنا. Electricity can burn us. الكهرباء يمكنها حرقنا جميعا. Electricity is always trying to go into the ground. الكهرباء دائما تحاول أن تصل إلى الأرض. Electricity travels easily through water. الكهرباء تنتقل بسهولة من خلال الماء. ندخل على الدرس اللي بعديه. Use electricity safely. Never touch anything electrical with wet hands. لا تلمس أي شيء به كهرباء بأيدي مبللة. Don't use broken wire. You can get an electric shock or start fire. لا تستخدم سلك مقطوع لأنه يمكن أن تصاب بصدمة كهربائية أو يبدأ حريق. Never put anything into a socket. Only use plugs. لا تضع أي شيء في مقبس الكهرباء. استخدم الفيشة فقط. ندخل على الدرس الأخير. Save electricity. When you leave a room, turn off the lights. عندما تغادر الغرفة اغلق الأضواء. If you are not using your computer or television, unplug it. إذا كنت لا تستخدم الكمبيوتر أو التلفزيون قم بفصله عن الكهرباء. Use natural light in the day. استخدم الضوء الطبيعي اللي هو ضوء النهار في فترة النهار. وبكده احنا خلصنا اهم الجمل الموجودة في الوحدة الخامسة. المطلوب منك ان انت تحفظ الجمل دي كويس جدا، وان انت لازم تحفظ كلمات الوحدة الخامسة. يبقى احنا معانا حفظ كلمات الوحدة الخامسة واهم الجمل اللي انا اديتها لك، وان شاء الله اي سؤال هيجي لك هتبقى قادر ان انت تحله. انتظروا ان شاء الله ملخص الوحدة الستة للصف الرابع الابتدائي. شكرا جدا ليكم. كان معاكم مستر محمد الشجيري.